صديقي البروف، اهلا بيك. في الفيديو ده هعلمك ازاي تكون مبرمج للذكاء الاصطناعي الاي او الارتفيشال انتليجنس. ازاي تعرف تعمل موديل زي شات جي بي تي، او حتى تبرمج نموذج ذكاء اصطناعي يولد الصور او يفهم لغه البشر ويتكلم معاك. وبكل بساطه هرسم لك المسار التعليمي او الرود ماب لتعلم برمجه الذكاء الاصطناعي بالتفصيل، وهقول لك المصادر اللي تتعلم منها المجال باللغه الانجليزيه وكمان باللغه العربيه. وفي اخر الفيديو هلخص لك كل الكلام اللي شرحته لك في ملف PDF واحد، فما تضيعش الفرصه وابدا اتعلم. وقبل ما نكمل كلامنا خليني اقول لك على حاجه اكتشاف. دلوقتي لو حد عايز يبعت لك فلوس من بره بلدك عن طريق باي بال والبنوك الالكترونيه والتحويلات البنكيه الدوليه وحتى كمان عمله اليو اس دي تي، وعايز تستقبل الفلوس في بلدك بالعمله المحليه عن طريق فودافون كاش او انستا باي مثلا، او حتى تستلمها على البنوك الالكترونيه زي بايونير، خصوصا بقى لو انت فريلانسر او بتشتغل اونلاين، فالصراحه الموضوع كان معقد وهتلف لفه كبيره علشان تعرف تعمل التحويلات دي. فالحل في خطوه واحده بس مع منصه سبيس ريميت. بعد لما تسجل مجانا في المنصه من خلال اللينك اللي تحت الفيديو ده، تقدر تختار ايداع رصيد وهتظهر لك هنا كل الطرق العالميه لاستقبال الاموال: تحويل بنكي، باي بال، بايونير، بيرفكت ماني، او حتى بالكريبتو، او حتى تحويل محلي في كل الدول العربيه دي. فقط اختار طريقه الدفع اللي هتستلم عليها الفلوس وهتظهر لك البيانات اللي هتبعت عليها الفلوس. وما تنساش تاخد سكرين شوت وترفقها علشان تاكيد العمليه. وبعد لما تجيلك الفلوس من اللي هيبعتها لك، تروح على خانه سحب الاموال وتكتب المبلغ اللي هتسحبه، وبعدين تختار سحب عالمي او سحب الدوله العربيه، وتختار الطريقه اللي هتبعت بيها زي فودافون كاش في مصر مثلا، وتدخل رقم المحفظه وتضغط ارسل الان، وهتوصلك الفلوس على محفظتك بكل سهوله. وكمان هتكتشف مميزات كتير في المنصه زي خدمه بوابه الدفع الالكتروني لموقعك او سبيس سيلر، وكمان ممكن تشتغل مع المنصه كوكيل وتكسب نسبه عموله على كل معامله تعملها. فسجل دلوقتي في المنصه من خلال الرابط اللي موجود تحت الفيديو ده، وتعالى نرجع لموضوعنا تاني عن مسار تعلم الذكاء الاصطناعي. ده شات جي بي تي، وهو النموذج الاشهر من الذكاء الاصطناعي في وقتنا الحالي، ومتاكد انك تعرف شات جي بي تي كويس جدا. بس هل فكرت اصلا ازاي ممكن تبرمج نموذج زي شات جي بي تي يقدر يتعرف على لغه البشر وكمان يولد الصور، يحلل البيانات والملفات وغيرها؟ عايز اقول لك انه انت تقدر تبرمج نماذج ذكاء اصطناعي تعمل لك كل اللي انت عايزه. فانا مش جاي هنا علشان اعلمك ازاي تكون مجرد مستخدم للذكاء الاصطناعي واقول لك بقى الموقع الفلاني بيولد الصور والموقع كذا بيلخص الملفات، لكن انا جاي ارجع بيك خطوه لورا واعلمك ازاي اصلا تقدر تبرمج الذكاء الاصطناعي نفسه، وهحطك على اول الطريق اللي يخليك مبرمج ومبتكر ومطور للذكاء الاصطناعي. حتى لو انت مش مبرمج ولا تعلم اي شيء عن البرمجه، فانا هقف معاك وامهد لك الطريق بخطوات بسيطه جدا. انا عن نفسي بدات اتعلم المجال وهمشي بالظبط على المسار اللي هرسمه لك في الفيديو ده. بس خلي بالك المجال مش سهل، المجال فيه تحديات كبيره جدا في الدراسه والتعليم وكمان في سوق العمل. علشان كده عايز منك صبر والتزام وتحدي علشان تعمل مشاريع قويه بالذكاء الاصطناعي. وفي نفس الوقت الشغل في مجال الذكاء الاصطناعي مجزي جدا. مش هركز بقى على انه مرتباته خياليه وهتقبض بالدولار والكلام ده كله علشان اخليك تكمل معايا الفيديو للاخر، لكن شوف يا صديقي البروف، على الرغم من ان بدايه تطوير الذكاء الاصطناعي من سنه 1950 الا انه بدا ياخد منحنى صاعد بقوه، وخصوصا في الثلاث سنين اللي فاتوا، وتقريبا مفيش ولا شركه حاليا تقدر تستغنى عن الذكاء الاصطناعي اللي بقى داخل في حاجات كتيره جدا، زي مثلا الذكاء الاصطناعي يقدر يكتب كود احترافي، يولد صور واقعيه، يصنع اغنيه وموسيقى، يعمل برزنتيشن، يقرا الصور والملفات، وكمان يتنبأ بالمستقبل في البورصه والمبيعات. ومعظم اللي بتسمعه دلوقتي عن الذكاء الاصطناعي بيندرج تحت اسم الذكاء الاصطناعي التوليدي او الجنريتيف اي اي، اللي بيندرج تحت علم التعلم العميق او الديب ليرنينج، واللي كمان بيندرج تحت تعلم الآلة او الماشين ليرنينج، وكلهم في الاخر تحت مجال الذكاء الاصطناعي او الارتفيشال انتليجنس. ما تقلقش يا صديقي، هفهمك كل المصطلحات دي لما ندخل في المسار التعليمي للذكاء الاصطناعي، اللي مش بس مقتصر على التطبيقات اللي قلتها لك، لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل بقوة في برامج الموبايل والكمبيوتر. تسمع عن بيكسارت مزود بالاي اي، كاب كات مزود برضه بالاي اي، وكمان دلوقتي برامج الاوفيس زي الوورد والاكسل كلها مدعومه بالذكاء الاصطناعي. بدانا كمان نسمع عن نظام تشغيل مزود بالذكاء الاصطناعي والاي اي، ومعالجات او بروسيسورز مدعومه بالذكاء الاصطناعي. كلمه اي اي بقت تقريبا في كل مكان، وبقت كلمه تسويقيه في معظم البرامج والمواقع. علشان كده الشركات كلها بتدور على المحترفين والمميزين في المجال وبتنقيهم من سوق العمل. وكمان الدول العربيه بقت بتهتم جدا بالمجال وبتوفر له فرص عمل علشان تطوير وتامين المستقبل الرقمي في الوطن العربي كله. وكل ما الذكاء الاصطناعي بيسيطر اكتر على الوظائف والخدمات الالكترونيه، كل ما تلاقي سوق العمل محتاج لمهندسين اكتر وخبراء في الذكاء الاصطناعي. تقدر تقول ان كل ما وظيفه تختفي من سوق العمل بسبب الذكاء الاصطناعي، هيتفتح قصاده باب تاني لمبرمجين الذكاء الاصطناعي. فيا تلحق نفسك من دلوقتي
يا ما تلحقش. ونصيحة اخوية يا صديقي، اتعلم مجال يفيدك في حياتك ويخليك انسان محترم. الهلس والكلام الفارغ على يمينك وعلى شمالك والدنيا جايه تفرم من وراك، فتبص جنبك وتغرق في الكلام الفاضي في حياتك وفي السوشيال ميديا وتسيب نفسك للدنيا اللي جايه من وراك تطحنك، يا تبص قدامك وتركز على الهدف في حياتك. لو صغير في السن ما تقولش لسه قدامي بدري، ولو كبير في السن ما تقولش العمر فاتني. ما تخليش اوهام السن تريحك ولا تحبطك، خليك انسان محترم وتعلم شيء للزمن. الكلام هنا مش علشان تتعلم الذكاء الاصطناعي او غيره، الكلمتين دول لحياتك عموما. كلام سليم، انا عارف انه كلام سليم. خلينا بقى ندخل في بدايه الرود ماب او المسار التعليمي للذكاء الاصطناعي. شوف، الموضوع مبسط ومقسم الى 3 اجزاء رئيسيه: جزء البرمجه، جزء تحليل البيانات، وجزء تعلم الاله والذكاء الاصطناعي. بالنسبه لجزء البرمجه فالذكاء الاصطناعي زي اي برمجه. يبقى رقم 1 يا صديقي، انت محتاج تتعلم لغه برمجه. لا ما تجريش، مش اول ما تسمع كلمه برمجه تطلع تجري، ده احنا لسه بنقول يا هادي. بسرعه كده نسيت النصيحتين اللي لسه قايلهم لك. بس لحسن الحظ لغه البرمجه اللي بيعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي لغه بايثون. واصلا لغه بايثون لغه بسيطه وسهله للمبتدئين. والمعلوماتك كمان، بايثون مش بس للذكاء الاصطناعي لكنها لغه كنز. لو اتعلمتها واتقنتها هتفتح لك ابواب مجالات كتير قوي، زي مجال تطوير مواقع الويب او الويب ديفلوبمنت، ودي بيستخدموا فيها اطارات عمل او فريم وركس زي جانجو وفلاسك. كمان بايثون بيستخدم في برمجه وتطوير الالعاب او الجيم ديفلوبمنت من خلال مكتبات زي باي جيم، ومجالات تانية كتير زي الاوتوميشن والشبكات او نتوركس والحوسبه السحابيه او الكلاود كومبيوتنج. انا مش بقول لك اتعلم الحاجات دي كلها، لكن بوريك قد ايه بايثون مدعومه بمكتبات وادوات مساعده لو اتعلمتها هتفيدك في مجالات كتير. لكن اللي هنحتاجه في برمجه الذكاء الاصطناعي هو استخدام بايثون في تعلم الاله او الماشين ليرنينج، وكمان في تحليل البيانات او الداتا اناليسيس. الماشين ليرنينج والداتا اناليسيس هنتكلم عليهم في جزء تحليل البيانات، لكن تعالى دلوقتي يا صديقي نشوف ازاي هنتقن جزء البرمجه. اولا هتحتاج تتعلم اساسيات بايثون حتى الاحتراف. احيانا في انترفيو بعض الشركات بيحتاجوا لغات زي جافا وسي بلس بلس، بس خليك مستمر مع بايثون وطور نفسك فيها كويس جدا. في بدايه تعلمك للغه بايثون هتحتاج انك تتعامل مع بيئات تطوير او الاي دي اي. والاي دي اي ده هو عباره عن البرنامج اللي هتكتب عليه الكود بلغه بايثون، زي مثلا الفيجوال ستوديو كود او الفي اس كود وده شكله، او برامج تانية زي جوبيتر. وسواء بقى تستخدم ده او غيرهم زي باي شارم، المهم اللي ترتاح معاه استخدمه وما تقلقش، كلها برامج مجانيه. ثانيا هتحتاج تتعلم حاجه اسمها الفيرجن كنترول، زي مثلا جيت. طيب جيت ده لغه برمجه ولا ايه يا بروف؟ لا يا صديقي البروف، دي مش لغه برمجه ولا حاجه، دي عباره عن اداه بسيطه بتتعلم لها كده مجموعه من الاوامر علشان تقدر تتحكم في التغييرات او الفيرجنز على الكود بتاعك، وكمان بتساعدك انك تنظم الكود لو انت شغال مع فريق او تيم. ما تقلقش خالص، الموضوع بالظبط هياخد منك اسبوعين وهتبقى متمكن من اوامر جيت. ثالثا بقى هتحتاج تقرا وتتعلم عن الداتا ستراكشر والالجوريزمز او الخوارزميات. الموضوع ده مش شرط اساسي، بس صدقني هيفرق معاك في انك تتعلم اسس التفكير البرمجي والمنطقي وطريقه حل المشكلات، وهيساعدك تخرج بكود قوي ومتناسق وذو بنيه قويه. كمان في انترفيو الشركات الكبيره زي جوجل وفيسبوك دايما بيسالوا في الخوارزميات والداتا ستراكشر. وبكده لغايه هنا احنا تمام قوي في بايثون. والسؤال هنا، هتعلم الكلام ده كله من فين يا بروف؟ شوف يا صديقي البروف، اي حاجه هتكلم عليها في الحلقه دي عموما هتلاقي المصادر اللي هتتعلم منها في وصف الفيديو، ومرتبها لك ومنظمها لك اخر فله وفلافل، وهتلاقي مصادر باللغه العربيه واللغه الانجليزيه. تمام يا صديقي البروف؟ تمام. ما تنساش بس تقدر المجهود المبذول في الفيديو يا بروف، وتدعمنا بلايك وكومنت جميل زيك يا صديقي. بعد البايثون ضروري تتعلم لغه السيكوال او الستراكشرد كويري لانجويج، ودي لغه بسيطه وسهله جدا، مش هتاخد معاك شهرين 2 وهتبقى كويس جدا فيها. السيكوال بتستخدم في التعامل مع قواعد البيانات، وخصوصا البيانات الضخمه اللي محتاج انك تنظمها وترتبها علشان تعرف تتعامل معاها، علشان بعدين تعرف تستدعي اي معلومات منها بسهوله. شوف انت لما تروح لاي موظف في الجامعه او اي مصلحه حكوميه مثلا، وتلاقي الموظف بيجيب لك الدوسيه او الملف بتاعك من الارشيف او المكان اللي بيخزنوا فيه الملفات، يعني الملفات دي عباره عن بيانات وبيانات ضخمه، فبدل ما هي متخزنه في شكل اوراق في ارفف وادراج ونقعد بقى ندور بالساعات على ملف حضرتك، لا، البيانات دي بتترتب وبتتخزن في قاعده بيانات على الكمبيوتر، وبمجرد ما الموظف يكتب اسمك او الكود بتاعك على الكمبيوتر بيطلع له ملفك بالكامل ويقدر يعدل فيه او يطبعه بعدين. شفت بقى الموضوع اسهل ازاي عن طريق قواعد البيانات ولغه سيكوال؟ وعلشان كده ضروري محتاجين نتعلم سيكوال، لانك وانت بتتعلم مجال الذكاء الاصطناعي هتتعرض لكميه بيانات ضخمه جدا وانت بتمرن الموديل او نموذج الذكاء الاصطناعي اللي انت بتبرمجه، وما تقلقش هتفهم الكلام ده كمان شويه. وبكده يا صديقي نكون خلصنا جزء البرمجه، ندخل في الجزء المعقد وهو تحليل البيانات. وانا بعترف لك ان الجزء ده معقد ومعقد جدا كمان، الا بقى لو انت بتحب
بحب الرياضيات والجبر والاحصاء، ساعتها بقى هيبقى المجال ممتع ولذيذ بالنسبه لك. طب لو ما بحبش الرياضيات والجبر يا بروف اعمل ايه؟ والله يا صديقي لو داخل عشان تشتغل في المجال ده فلازم تشيل من دماغك كلمه بحب وما بحبش. الدنيا هنا مش ماشيه بالحب، المجال ده علمي بحت ومن اكتر المجالات تحدي على الاطلاق، فلازم تيجي على نفسك وصدقني مع الوقت هتحب المجال جدا. طيب يا بروف ايه بقى علاقه الرياضيات بالذكاء الاصطناعي؟ قبل ما تتعلم مجال الذكاء الاصطناعي او الاي اي لازم يكون عندك اساس قوي في بعض المفاهيم الرياضيه اساسيه، وهقول لك على الفروع الرياضيه المطلوبه منك وليه بنحتاجها في تعلم الاي اي. اولا الجبر الخطي او اللينير الجبرا زي المتجهات او الفيكتورز والمصفوفات او الماتريسز والتحويلات الخطيه او اللينير ترانسفورميشنز. والجبر الخطي ده مهم جدا وانت بتتعامل مع طبقات الشبكات العصبيه او النيورال نتوركس في الاي اي. هفهمك قدام يعني ايه الشبكات العصبيه. تاني حاجه محتاج تتعلمها هي الاحصاء والاحتمالات اللي هي الستاتستكس اند بروبابيلتي، زي التوزيعات الاحتماليه والقيم المتوقعه وتوزيع جاوسيان. والاحصاء والاحتمالات مهمه جدا علشان لو نموذج الذكاء الاصطناعي اللي انت هتعمله بيتنبأ بالمستقبل. ثالثا هتحتاج التفاضل والتكامل اللي هما الكالكولاس. التفاضل هو الديفرنشيشن والتكامل هو الانتجريشن، والاثنين دول مهمين جدا في تحسين اداء نموذج الاي اي وتقليل نسبه الخطا. ورابعا بقى تحتاج حاجه اسمها التحليل العددي او النوميريكال اناليسيس اللي هو حل المعادلات العدديه وفهم الطرق التكراريه، وده مهم جدا في حل المشكلات الحسابيه المعقده خصوصا لما تتعامل مع كميه كبيره من البيانات او النماذج الرياضيه في الشبكات العصبيه. بعد بقى ما تتعلم الفروع دي في الرياضيات هتحتاج انك تدخل الرياضيات في البرمجه وهتستخدم مكتبات زي نمباي وساي باي في لغه بايثون، وكمان هتحتاج مكتبات مات بلوت لايبراري وسي بورن. وبفكرك تاني المصادر اللي هتتعلم منها موجوده في وصف الفيديو. هتاخد 3 شهور ل 4 شهور ان شاء الله كحد اقصى علشان تتعلم الفروع الرياضيه اللي قلت لك عليها، وساعتها هتكون في وضع قوي لفهم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال جدا، وهتكون مؤهل للجزء رقم 3 والاخير. واقدر اقول لك انك من النقطه دي مستعد للتعرف اكتر على مجال الذكاء الاصطناعي. والصراحه يا صديقي البروف هم مجالات مش مجال واحد، وركز فيهم كويس جدا علشان المسميات هتبقى جديده شويه عليك. الذكاء الاصطناعي بيشمل التعلم الآلي أو الماشين ليرنينج، وفيها النظام بيتعلم من البيانات اللي بنديها له، وبعدين بناء على البيانات دي بيتخذ قرارات وبيطور خوارزميات من نفسه مش لازم نكون مبرمجينه عليها أساسا. فكأن الكمبيوتر أو النظام بيتعلم زي الطفل الصغير. وهنروح بالأمثلة بعيد ليه؟ الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده سواء بقى على اليوتيوب أو الفيسبوك وصل لك في الاقتراحات عن طريق خوارزميات الذكاء الاصطناعي في اليوتيوب والفيسبوك. الذكاء الاصطناعي فهم وتعلم من سلوكك واهتماماتك على المنصة انك ممكن تكون مهتم بالفيديو ده وبالتالي الاي اي يرشحه لك. فتعال بقى اقول لك على الخوارزميات اللي هتقابلك في تعلم الآلة او الماشين ليرنينج، وهي باختصار التعلم الموجه او السوبرفايزد ليرنينج، التعلم الغير موجه او الانسوبرفايزد ليرنينج، والتعلم المعزز او الرينفورسمنت ليرنينج. انا حاسس بيك انه كلام معقد جدا والله، بس هبسطها لك علشان تعرف ان الموضوع بسيط ولذيذ. الثلاث خوارزميات دول هو الطريقه اللي بنعلم بيها الطفل اللي هو نموذج الذكاء الاصطناعي اللي هتعمله ان شاء الله علشان يتعلم ويكبر ويفهم، علشان لما نحتاجه في حاجه بعدين يقدر يرد علينا ويجاوبنا. في التعلم الموجه انا بديله البيانات اللي هيتدرب عليها النموذج واللي فيها المدخلات او الانبوتس وفيها المخرجات كمان او الاوتبوتس، وهو بقى المفروض يتدرب على العلاقه ما بين المدخلات والمخرجات ويتعلمها بنفسه علشان بعدين لما اجي اديله اي مدخلات او بيانات جديده يعرف يطلع منها المخرجات بنفسه بناء على اللي اتعلمه. مثال بسيط، مثلا لما تديله مجموعه متنوعه من صور كلاب وقطط يبقى دي المدخلات، واقول له انه ده اسمه كلب ودي اسمها قطه يبقى دي المخرجات. هو بعدين بقى بيقعد يتعلم ايه مواصفات شكل الكلب وايه اللي بيميزه عن القطه. بعدين بقى لما اجي اديله صوره كلب ولا قطه بدون ما اقول له ده ايه وده ايه هيقدر يجاوبني بناء على اللي اتعلمه. ومن هنا بقى نقدر نقول ان التعلم الموجه في الذكاء الاصطناعي بيستخدم في تطبيقات زي تصنيف الصور، التنبؤ بقى بالارقام زي توقع اسعار العقارات والاسهم، وكمان التعرف على النصوص زي فلتره السبام او الرسائل المزعجه في البريد الالكتروني مثلا. اما بقى التعلم الغير موجه او الانسوبرفايزد فبيتم تدريب النموذج على بيانات غير معلمه او غير مصنفه، يعني بديله مجموعه من المدخلات بدون ما اعرفه هي ايه وبالتالي مفيش منها اي مخرجات، وهو بقى المفروض يدور على علاقات او انماط خفيه جوه البيانات دي ويصنفها بنفسه. زي مثلا لما اديله مدخلات مجموعه من بيانات العملاء في موقع او متجر الكتروني مثلا، وهو بقى يحاول يكتشف ايه علاقه العملاء دول ببعض، بيحبوا ايه، بيفضلوا يشتروا ايه اكتر. المهم يطلع علاقه تربط العميل بالمنتج، علشان مثلا لو العميل ده بيحب يشتري موبايل
موبايلات، يقوم بقى الاي اي يرشح لك موبايلات في الاقتراحات في الموقع. مثال تاني، زائر او مستخدم مثلا بيحب افلام الاكشن، يقوم بعد ما تتفرج على الفيلم على الموقع يقترح لك افلام اكشن من نفس التصنيف اللي اتفرجت عليه من شويه، وهكذا. اما بقى التعلم المعزز او الرينفورسمنت ليرنينج بيعتمد على نظام التجربه والخطا، بمعنى انه النموذج بيجرب مع نفسه بدون اي معلومات مسبقه. لما يتعلم صح مره يكافئ نفسه ويسجل عنده ان اللي اتعلمه دي حاجه صح، ولما يغلط مره يتعلم من اخطائه ويعرف ان ده غلط، وهكذا لغايه لما يتعلم مع نفسه بنفسه. نموذج مريح والله. شفت بقى المواضيع تبدو من الخارج معقده ازاي وهي من جواها طريه وسلسه؟ المهم بقى يا بروف، علشان تستخدم بايثون في الماشين ليرنينج فانت محتاج تستخدم مكتبات في بايثون زي مكتبه سايكيت ليرن وتنسر فلو كيراس، وكمان مكتبه بايتورش. بكرر، دي مكتبات واوامر جاهزه بتساعدك في البرمجه في بايثون، لكنها مش لغات برمجه تقلقش. لكن الماشين ليرنينج مش كفايه مع البيانات المعقده والدقيقه، فعملوا نظام يحاكي بشكل كبير جدا طريقه عمل العقل البشري، وهو التعلم العميق او الديب ليرنينج. لو بصيت على العقل البشري هتلاقيه مكون من خلايا عصبيه معقده جدا بتتشابك مع بعضها لحل المشاكل وتحليل البيانات. فالديب ليرنينج معتمد في فكرته على الخليه العصبيه، والخلايا العصبيه دي مع بعضها بتعمل شبكه عصبيه عميقه او ديب نورال نتوركس، ودي متخصصه اكتر في التعرف على الصور والتحليل الصوتي. يعني الذكاء الاصطناعي يقدر يتعرف على محتوى الصوره ويقول لك فيها ايه بالتفصيل، ويقدر يحلل لغه البشر وكمان يحكيها، بمعنى انه يتكلم بنفس الاسلوب اللي بنتكلم بيه. فعلا لو بصيت على شات جي بي تي هتلاحظ ان هو بيتكلم باسلوب مترابط ومتناسق تماما زي اسلوب البشر. ومن هنا بقى بيطلع لنا مجالين تانيين تحت التعلم العميق او الديب ليرنينج: معالجه اللغه الطبيعيه او نيتشرال لانجويج بروسيسنج، واختصارها ال NLP، والرؤيه الحاسوبيه او الكمبيوتر فيجن. ال NLP بتمكن الالات ونماذج الذكاء الاصطناعي من فهم وتفسير وانتاج اللغه البشريه بطريقه طبيعيه وسلسه. يعني تقدر تقول ان المجال ده بيستهدف السمع والكلام عند الذكاء الاصطناعي، وده مجال بيتطور باستمرار علشان قدر الامكان يخلي الاجهزه قادره على محاكاه اسلوب البشر، وده بيستخدم في الروبوتات والجي بي تي زي شات جي بي تي، والترجمه الاليه وتحليل المشاعر في وسائل التواصل الاجتماعي علشان يفهم نغمه كلامنا كبشر ويترجمها لمشاعر نفسيه. ال NLP ده بقى بيستخدم في مكتبات برمجيه زي ال NLTK او Natural Language Toolkit ومكتبه سبيسي وترانسفورمرز. اما بقى في رؤيه الحاسوب او الكمبيوتر فيجن فالمجال ده بيهتم بجعل الالات قادره على الرؤيه زي فهم المعلومات البصريه من الصور او الفيديوهات، وده بيستخدم نوع معقد من الشبكات العصبيه اسمه الشبكات العصبيه التلففيه او CNNS، ودي بتستخدم في تقطيع والتعرف على الصور وتحديد الاجسام. انا عارفك انك مش فاهم المصطلحات دي قوي لانها جديده فعلا على عقلك وجديده على البشريه كلها مش لوحدك يا صديقي، بس اي حاجه هتتعلمها وتتعمق فيها هتبقى سهله، بس الفكره في انك تبدا تتعلم. محدش فينا اتولد عالم، وعموما مجالات الذكاء الاصطناعي مش مقتصره على اللي انا قلته لك، لكن له مجالات تانية كتير قوي زي الجيمنج AI، ودي بتشوفها كتير في البوتات في الالعاب، والذكاء الاصطناعي التفاعلي اللي انت بتتكلم معاه كل شويه ده اسمه conversational AI، وكمان الروبوتات او الروبوتكس. فلو ما سمعتش حلقه الروبوتات ممكن تشوفها من الوصف الفيديو، حلقه مفيده وشيقه جدا. في التعلم العميق او الديب ليرنينج هتتعرض لمصطلحات زي التغذيه الاماميه اللي هي الفورورد بروباجيشن، والتغذيه العكسيه او الباك بروباجيشن، وخوارزميه الانحدار التدريجي او الجريدينت ديسنت الجوريزم. كمان هتتعرض لحاجه اسمها تحديد الاوزان او الويتس، وكل المفاهيم دي هتقابلك لما تيجي تتعمق في الشبكات العصبيه. وايه هي بقى الشبكات العصبيه وشغاله ازاي؟ والله بقى يا صديقي لو لقيتك مهتم بالحلقه والمجال فممكن اشرح لك في حلقه مخصصه طريقه عمل الشبكات العصبيه وازاي بتفكر وتقرر علشان تطلع لنا نماذج معتمده على الذكاء الاصطناعي. ولغايه هنا انا اديتك تقريبا 90 او 95% من الطريق او المسار اللي انت محتاجه في المجال عامه، وشوف بقى انت هتبقى بارع في انهي مجال في مجالات الذكاء الاصطناعي وربنا يوفقك. طبعا السؤال اللي على بالك، انا دلوقتي يا بروف بعد ما اتعلمت كل ده هشتغل ايه وفين وبكام؟ اولا هتشتغل ايه اللي هو المسمى الوظيفي يعني، فعندك مهندس تعلم الآلة او الماشين ليرنينج انجينير، عالم بيانات او داتا ساينس، مهندس ذكاء اصطناعي او AI انجينير، متخصص معالجه اللغه الطبيعيه او ال NLP سبيشالست، مهندس رؤيه حاسوبيه او كمبيوتر فيجن انجينير، محلل بيانات او داتا اناليست، مهندس روبوتات او روبوتكس انجينير، باحث في الذكاء الاصطناعي او AI ريسيرش اسيستنت. المسميات الوظيفيه كتير قوي يا صديقي، والشركات عايزاهم كلهم، وتقريبا كلها وظائف من نفس المسار التعليمي اللي كلمتك عنه في الحلقه دي. اما بقى الجزء الثاني من السؤال اللي هو هشتغل بكام، فشوف يا صديقي، في الدول العربيه المرتبات بتتراوح ما بين $20,000 ل $60,000 سنويا، طبعا على حسب المجال اللي هتختاره. اما في امريكا واوروبا فتتراوح المرتبات من $80,000 ل $180,000 برضه سنويا،
وهسيب لك مرتبات كل مجال بالتفصيل في PDF تحت الفيديو ده. بس خلي في بالك الملاحظات اللي هقولها لك دلوقتي. اولا المرتبات بتزيد بشكل كبير مع زياده سنين الخبره والشهادات المتقدمه، زي مثلا لو معاك ماجستير او دكتوراه في المجال، وخصوصا في الولايات المتحده الامريكيه. ثانيا الشركات الكبرى زي فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت بتقدم رواتب ومزايا اعلى بكتير من الشركات الناشئه، خاصه في وادي السيليكون في امريكا برضه. ثالثا بقى في ارض الشغل محتاج تكون مبرمج على نطاقات تانية غير الاي اي، علشان دايما بيسالوا على خبرتك في البرمجه عموما، فحاول انك تتعمق في البرمجه بشكل عام مش في الاي اي بس. لو وصلت لغايه هنا من الفيديو فانا بشكرك جدا وبتمنى لك كل التوفيق، سواء بقى اخترت تكمل في المجال او شايف شغفك في اي مجال تاني. فاتمنى تكون الحلقه مفيده وكافيه بالمعلومات. اشوفك الحلقه الجايه بروف. تصبح على خير.